هلا وغلا. اقسم بالله شوف يا ابو سعد. استرح استرح استرح. شوف يا ابو سعد، والله انك تذكر فتشكر. الله يجزاك خير. والله العظيم. طبعا انا تكلمت اليوم في موضوع كان في خاطري من فتره. حنا كعرب وكخليجيين لما نسافر الى اوروبا ندفع كل صغيره وكبيره. حتى نعم. المرشد اللي معنا لما يروح معنا نحاسب عن اكله وشربه وسكنه وغيره. لما ندخله الاماكن السياحيه يدفعونا. حتى اللي جاي معنا المرشد ندفع بداله. واذا جو عندنا في بلداننا هنا خاصه الايام انا شايف شيء قاهرني. يقلطونهم على المفاتيح. صحيح. ويقلطونهم ذا ولا يدفع. يجي السائح يجلس يمكن شهر ياكل في كل بيت في يومي في اليوم فطحين. ويمكن يسكن بس ويمكن بعد احد يقول ولا يسكن يدفعون له يشيلونه يودونه يبغون يورونه غلط. نعم. هذه سذاجه يا رجل. يا ابو سعد دخلنا في ذي. لا بالفعل هذه سذاجه. استغلونا في بلدانهم حقهم. لما نزورهم في بلدانهم نحترم أنظمتهم. صحيح. ندفع القيمة السياحية، ندفع قيمة السيارة اللي نستأجرها، ندفع قيمة السكن، ندفع قيمة الأماكن التراثية. هم يجون عندنا هنا حنا ندفع بدالهم. غلط غلط يا جماعة الخير، هذا نكبة. هذا يعني ندفع عندهم وندفع عندنا. أعطيك قصة. صحيح. عندي واحد من الشباب يشتكي لي اليوم يوم تكلمت أنا في الموضوع. يقول يا بندر أنا أسافر لأحد الدول. يقول تعرفت لي على واحد استاجر من عنده سياره وبيت والرجل مبدع صراحه ويطقطق عربي وبدا يعني يتكلم معنا بالعربي. يقول بعد فتره جاني هنا. حلو. لما جاني هنا خذيته انا في جوله مجانيه مكفول. ومع ذلك عرفته على زملاء كثر وعلى معارف. يقول الان سنويا يجينا يجلس عندنا شهرين 3 شهور. واذا جيته للبلد هناك والله انه يدفعني وياخذ علي بعد قيمه. لانه ايش يسمونها ياخذ فائده عموله. اذا جاب له سياره يحط عليها مبلغ وقدره. واذا جاب له بيت يحط مبلغ وقدره. يوديه لافخم الفنادق وافخم المطاعم ويسكن فيها هو وياه وعلى حساب رفيقنا هذا. لكن اذا جاء هنا اكل شارب ساكن على قول مكفول في كل شيء. يلفون بالمملكه كلها وكلهم يرحب ولا ريال واحد. طيب وش الحل؟ بالله ايش رايك؟ هذه ما هي سذاجه؟ والله يا اخوك ما ندري وش الحل مع اللي يقول ابو الحل احترموهم، قدروهم، حافظوا على نظام بلدكم، حافظوا على تراثكم وخلوهم يدفعون مثل ما ندفع عندهم.